السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفة محبوبة جدا في رمضان، وصفة الزلابية بطريقة جد سهلة وان شاء الله مضمونة من اول تجربة. تبعوا فقط للاخير حتى تعرفوا جميع اسرار نجاحها. اذا كنتم ماشي مشتركين الان في قناة ما تنساش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي، وزيدوا لايك للفيديو. وانا بلا ما نطول عليكم يلا نبداو في وصفتنا لنهار اليوم. اول حاجه نبداو بها هي الشربات. واش راح نحتاجو للشربات؟ نحتاجو 3 كيسان تاع السكر، كاس تاع الماء عادي، ونزيدو لها كاس ونص تاع الماء. 3 كيسان سكر بكاس ونص تاع الماء، هاوليك الكاس الاول، ونزيدو نص تاع الماء. نحطو شويه تاع عصير الليمون، نديروها تغلي. كي تبدا تغلي نحسبوا لها 10 دقائق ونطفوا عليها. هذا هو الشربات تاعنا، نخلوها جانبا. في بول الان راح نحط 150 غرام تاع الفرينه، من الاحسن توزنوها تجيكم ادق اكثر. ونحطوا معاها 4 مغارف كبار وملاعق اكل كبيره تاع المايزينا او النشا، هي اللي راح تعطي لها هذيك القرمشه. ونحطوا 4 مغرف صغيره، 4 فقط، ما تكتروش بزاف، تاع البيكربونات. ونحطوا 4 مغارف كبار تاع الياغورت الطبيعي، الياغورت ناتور. كما قلت لكم البيكربونات من الاحسن ما تكتروش بزاف، والا حيجيكم فقاعات بزاف في الزلابيات تاعكم. حطيت الملون الغذائي، حطوا شويه فقط، ونضيفوا له 150 مليلتر تاع الماء. في كل مره نحط شويه ونخلط حتى يتجانس معايا الخليط، ونتخلصوا من كامل الحبيبات. استعملوا الفوي كما راكم تشوفوا غير بيدكم حتى تتخلصوا كامل كما قلت لكم من الحبيبات، ويولي الخليط تاعكم القوام تاعو هكذا، يشبه شويه قوام تاع البانكيك. والخليط هنا راهو جاهز معانا. راح نوريكم الشربات كيفاش ولات. هاي لي كيفاش ولات، ما ثقيله بزاف يعني ما خفيفه بزاف. قلت لكم بعد 10 دقائق طفوا عليها. راح نحط الخليط تاعي في اون بوشادوي ونتخلص من كامل هذه الفقاعات اللي راكم تشوفوا فيها، باش كي تحطوها في المقله ما تخرج لكمش في الزلابيه ديالكم. ونثقب لابوشادوي. بالنسبه لابوشادوي تاعكم ما تقطعوهاش خشينه بزاف، كما تعرفوا هي تجي رقيقه شويه باش تجي مقرمشه، تجيكم بنينه احسن. هاي اللي كيف راني نشكل فيها، نتمنى نكون وضحت لكم. وديروها في نار ما تكونش عاليه بزاف، تكون متوسطه، خلوها طيب بالعقل وحتى تولي مقرمشه. الان هنا تبعوا معايا مليح، كي طيب لكم وتولي مقرمشه نحوها من النار مباشره، حطوها في الشربات تاعكم. لكن الشربات لازم يكون دافي، ما يكون بارد بزاف، ما يكون سخون بزاف. علاه؟ الا كان بارد بزاف الزلابيه ما راح تشرب لكم، والا كان سخون بزاف راح تولي طريه. فلهذا لازم يكون دافي، يكون هذاك هو السر تاعها باش تكون تقعد لكم مقرمشه كما راكم تشوفوا هنايا في الفيديو. نتمنى تكونوا فهمتوا مليح. والزلابيه تاعنا راهي واجده، شوفوا كيفاش جات ما شاء الله، ماشي تقول شريناها من برا، تجي كما قلت لكم معسله ومقرمشه. شوفوا كي قطعتها كيفاش تقرمش. فقط كي تخبوها حطوها في علبة محكمة، غلقوا عليها وحطوها في الفريجيدار باش ما تطرى لكمش وتقعد لكم لأيام. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. الى عجبتكم ما تنسونيش لايك الفيديو، اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي، وشاركوها مع الأحباب والأصدقاء. وأنا ماريا غنقول لكم تهلاو في روحكم، تلاقاو في الوصفة الجاية. سلام.